أول راتب استلمته بحياتي كان 3500 دينار بس باليوم. قبل شوية سألني شخص قال لي أنا شلون أقدر أشتغل بالشركات اللي رواتبها عالية، فذكرني بنفسي أول شغل اشتغلته كنت آخذ بيه 3500 دينار فقط باليوم الواحد. قلت له إنه أنت تقدر تشتغل برواتب جيدة عن طريق أول شيء إنه تجرب أكثر من اختصاص، بما إنه هو كان بعد بداية مسيرته، حتى تعرف أنت بشنو أصلا زين. لأنه الخطوة الثانية لازم أنت من تعرف بشنو زين أنت وشنو الاختصاص اللي تريد تكمل بيه، لازم هذا الاختصاص تستمر وما تكون ببداية مسيرتك بهذا الاختصاص، وإنما عندك فد خبرة حتى يكون هنا راتبك زين، لأنه بدايتك غالبا راتبك ما راح يكون زين، فوراها من تستمر بيه راح يكون راتبك زين. وثالث شغلة من تنتقل من شركة إلى ثانية أو مكان إلى ثاني، هنا هماتي راح يزيد راتبك. ليش راح يزيد؟ لأنه أول شيء تتراكمت عندك خبرة، وثاني شغلة راح تقدر تتفاوض بطريقة أحسن، إنه أنت بمركز قوة، مو مثل أنت ببدايتك استواك بادي وهاي أول شركة مثلا تشتغل بيها وتقدر يعني تقدر تتفاوض براحتك وياهم، أو أنت بمركز قوة. لا، أنت بعدك ببدايتك أنت تحتاج الشركات، مو بس الشركات تحتاجك وهاي شهادة. فهذا كان ردي له، وقولوا لي شو رأيكم بالتعليقات.